نبدأ نختصر على أسباب الضغط السمعي. عندنا عدة أسباب حنحكوا اللجنة وحيردوا عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم وشكرا على التعاون. حميد عبد السلام طاهر، مدير تنفيذي جمعية الولاء للأعمال الخيرية. وفحص السمع التعاون، وفحص السمع التمييز الكلام سويتش اكسبلانيشن، وفحص السمع السلوكي، وفحص السمع عن طريق التعزيز البصري، وفحص السمع الطفل باستخدام النغمة الصافية. الملتقى يستمر لمدة يومين. الفترة الصباحية اليوم الأول هو يوم 15 فترة الصباحية بعد الكلمات الترحيبية في مجموعة عروض تتناول الجانب الصحي والجانب الاجتماعي والجانب النفسي والجانب التعليمي ودور الإعلام. في المساء نفس الجوانب يتم مناقشتها بشكل موسع في ورش عمل. نستهدف من هذا الملتقى الخروج بتوصيات نستطيع العمل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والقطاع الثالث وقطاع المؤسسات المجتمع المدني في المستقبل لتقديم خدمات أفضل لذوي الإعاقة السمعية وغيرها من الإعاقات. طبعا يهدف الملتقى اللي هي زيادة المعلومات والخبرات وتبادلها ما بيناتهم، وطبعا هذا يهدف لزيادة اللي هي المعلومة اللي يقدمها المدرس للأصم داخل المؤسسة أو المركز.